تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم مشاهدينا متابعينا في كل مكان معا هذه الليلة، في ليلة خاصة هنا وبالتحديد في نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، كأس الاتحاد الإفريقي للعام 2023-2024، نسخة رقم 21 لهذه البطولة. مباراة الإياب، مباراة العودة ما بين فريق دريمز الغاني، فريق الطموح اللي وصل لأول مرة في أول مشاركاته إلى الدور نصف النهائي في هذه البطولة، أمام الزمالك المصري القلعة البيضاء صاحب لقب في هذه البطولة 2019. وتعادل سلبي كان في لقاء الاسبوع الماضي يوم الاحد الماضي، كان في استاد القاهره الدولي كان التعادل السلبي. اذا الزمالك اللي وصل بطائرته يوم الخميس الماضي، طائره خاصه من اجل انهاء مغامره فريق دريمز في مباراه تاريخيه ان شاء الله للملكي، يهدف نادي الزمالك الى الوصول للمباراه النهائيه والتتويج بلقب هذه البطوله في ظل وجود جماهير عاشقه محبه بالملايين تترقب وصول الزمالك ان شاء الله للمباراه النهائيه كما وصل للأهلي لنهائي دوري الأبطال. تخطي العقبات لإسعاد الجماهير في مباراة يبحث فيها الزمالك عن الفوز أولا أو التعادل الإيجابي اللي يكفيه طبعا للوصول لمباراة نصف النهائي، في انتظار طبعا طرفي المباراة النهائية. إن شاء الله يتحدد كمان النهاردة طرف الآخر في مواجهة ما بين انطلاقة زياد الجزيري، زياد الجزيري أول كرة، لكن بواتينج هذه الكرة العرضية الخطيرة، الخطير بقى اللي على الجانب الشمال إلى أجاي أيضا آخر، لكن أمامنا يطلع عواد، لكن حكم اللقاء بيدي فعل ديريك أجاي. الزمالك بيعمل ضغط عالي، وذكر حضراتكم درجة الحرارة تمام. مكارثي أوفوري، شوف هنا ارتقاء. طب عايزين مستوى شلبي الحلم، مصطفى عدى، مصطفى عمل عرضية قوية حلوة قوي، وادي الكرة العالية، ولكن هنا سيف الجزيري لازم على طول كرة ثابتة كالمعتاد. بيقدم لنا مستويات حلوة، انطلاقة من فتوح، حلوة فتوح، حلو احمد فتوح، كرة حلوة تهديد. مباراة كرواتيا كبديل لمصطفى محمد. زيزو امامنا، الكرات الثابتة، جول حمزة اوعى يجيلك حمزة، لكن زيزو كان عاد زيزو فعادت الاهداف، عاد الممول فعادت الاهداف، والفرحة الكبيرة باول اهداف المباراة، ركنية احمد مصطفى زيزو وحمزة اهدافه مؤثرة في مرمى ارتا سولير، الهدف اللي اعاد على مستوى التهديفي. وادي الكرات العرضية الخطيرة مهمة قوي، خطيرة بتاعت عبد العزيز عيسى، كرات الاماميه، استغلال بقى لمساته مع عودته النهارده. الزمالك سجل عن طريق حمزه المسلوسي، ادي اولا كده بيفاخده وراحت في المرمى. كرات العاليه مره ثانيه، يلعب كره عاليه عبد العزيز، الضربات الراسيه، ادي الصراع وكره راسيه هنا، تدخل عنيف قوي في اللقطه اللي فاتت من إيريك بواتينج. يا ولد بالكعب لزيزو، المساحه هي بتاعتك لكن تحفش. ومن اللاعبين طبعا اللي كانوا وسطه يمتص الحماس، يتجنب الاخطاء، يتجنب الاختراقات، وكرة امامنا هنا حاول يتوغل، لكن حسام عبد المجيد فرصة كبيرة جدا للاعب اجينيم. بص الكرة الرأسية والاختراق في اللحظات الأخيرة طبعا امامنا اهو، شفت الفرصة هجومية من زيزو، راح حلوة قوي زيزو في المكان المحبب، عمل عرضية اللي صعب فيه الاخطاء، ودي فرصة كبيرة، لكن سطر ربنا يستر، يا ساتر عمل حلو قوي. سامسون شمشون وليس سامسون، هو شمشون الزمالك، سامسون اكينيولا. بقول لحضراتكم الحقيقه راهن عليه جوزيه جوميز، وبالفعل هو الحقيقه يستحق ان يكون اساسيا. بص جمله حلوه، مدرسه الفن والهندسه بقى هي واحده من الاهداف ماركه الزمالك. بص يا ولد على التفويته، وبوجه القدم ارضيه زاحفه الاول. الكرات الثابته عبد العزيز عيسى، الكرات الخطيره، الثالث سيف عدى سيف، يا راجل عملها وحشه قوي، عملها يعني امامنا هو، لكن يبدو في قرار 49% مقابل 1 امام فريق دريمز اللي بيحاول امامنا هنا. التدخل خطير مره ثانيه في الجنب الشمال، ديريك اجاي، الكرات العاليه اللي هو متسلل، ادي انطلاقه اجينيم وانتوي، لكن فيها تسلل، فيها اوفسايد على اجينيم. فرصه جون اتوي، ولكن عواد على مرتين،
مش معقول يا جماعه، مش معقول. في ثغره في وسط الملعب، في ثغره رغم ان الزمالك ليس مش هنقول دريمز متواضع، لكن فريق مكافح. كره خط عمر جابر يعلق كره عاليه، اكينيولا ومصطفى شلبي. وقت كان في اكتر من كوره. بص الاستلام خطيره، الكرات دي على طول خروج عواد خطير خطير. حاول الاختراق واستغلال المساحات اللي في وسط الملعب، وايضا المساحه الموجوده. شوف هنا رحل كويس الكره بهذه الطريقه ملعوبه على طول. هنا الكره العاليه من رقم 29 ايمانويل اجاي. انذار لتحرك جديد عن طريق اللاعب سليمان والكرات العرضيه، لكن المثال الفرص اللي ضاعت طبعا من فريق دريمز. المعتاد عبد العزيز عيسى يلعبها على نقطه الجزاء، خلاص يعدي من على الخط، عدى فعلا. ادي مصطفى شلبي، حسام عبد المجيد، وانقاذ المباراه من محمد عواد. يا ولد يا عواد، يا ولد يا عواد، ايه حكايتك يا حسام النهارده؟ ايه حكايتك يا حسام النهارده؟ الكره اللي فاتت دي فرصتين الحقيقه. محمد عواد قائق اللي بينهيهم حكم اللقاء الحجي، تفوق وسجل هدفين في نتيجه بثلاث كبديل مكان زياد كمال في هذه المباراه. الزمالك الانطلاق، عدى خطير. اجاي الكرات على الحكام، لكن خلينا مع الكره. ادي عبد العزيز عيسى على مرتين محمد عواد، عبد العزيز عيسى طبعا في هذه الاونه. مصطفى شلبي يا ولد بشكل في نوع من الالتزام والانضباط. وادي كره العرضيه وهاب ياسر ومعاذ علاء الدين مره ثانيه. هنا انطلاقه، يا ولد يا شحاته، محمد شحاته امامنا. واحده من الكور خطير جدا اللي هو اجينيم 10 وعبد العزيز عيسى. شحاته يطلع كره حلوه، زيزو عدى وياخد ركنيه ثالثه، واللعب ده هو المطلوب. اللي ان شاء الله المنتخب الاولمبي نتمنى له التوفيق، ايضا المنتخب الاول. انت معنويا ونفسيا تخلي الشيطان اللي امامنا اوفوري مكارثي اوفوري. عدى مصطفى شلبي، يلعبها حلوه قوي سيف. وادي مصطفى شلبي زق الكوره، لكن اماميه. التحرك جديد امامنا من جانب زيزو، خروج حارس المرمى. 60 واحد من الاسماء الكبيره على فكره، لكن على طول هنا زيزو. كرات العرضيه تكمله، تمريره بينيه. ادي امامنا خروج على طول. امامنا اللي بيلعب في الجانب اليمين يعلق الكره داخل منطقه الجزاء، يشتاني. الزمالك محافظ على النتيجه، كان ممكن يضيف الثالث في اكثر من كوره. بالالقاب على فكره العالميه، كاس العالم. كره بعيده، جوميز واخد المباراه مراحل. ولد عاملها حلوه قوي مصطفى شلبي. حط يا راجل الثالث، حط الثالث. بلاش الفانيلا وبلاش الانذار. مصطفى شلبي امامنا اهو يسجل، لكن قال لك سيف وكمان سيف، وسيف هو سيف الجزيري يمرر كوره الى مصطفى شلبي عشان يسجل الهدف الثالث الزملكاوي. الهدف الزمالك بيفتح بقى امامنا. هنا زيزو الزمالك في طريقه الى فوز بطوله لما سجل في مرمى اهلي طرابلس. بزياد كمال اللي ظهر النهارده في مباراه صعبه في اجواء صعبه في مرمى المريخ، ده ثاني اهدافه الافريقيه، وسجل الموسم الماضي في ركنيه ملعوبه. محمد عولة المرور عن طريق البديل امامنا، بينطلق دي الى مباراه نهائيه. الكره دي خاطره اجينيم بواتي. شوف هنا بقى دريمز الفريق المكافح اللي بيحاول انه يسدد، ومرت بامان. لما تشوف اللمسه الحلوه دي تعرف ده عبد العزيز عيسى.